الإمام المهدي يعتبر هو آخر الأئمة المعصومين اللي هم يعتبرون أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري اللي حاليا مدفون بالعراق بمدينة سامراء. الإمام الحسن العسكري من تزوج صار عنده ولد واحد اللي هو الإمام المهدي. من هو الإمام المهدي؟ وشنو هو؟ وشنو غايته؟ وليش الله خلقه؟ وليش الله خلاه يغيب كل هاي الفترة على مود بالنهاية يظهر؟ خلونا شوية نتمعن بقصته ونحكي عن طفولته. انولد الإمام المهدي بسنة 869 ميلادي بالعراق، تحديدا بسامراء. من انولد أبوه سماه محمد على اسم النبي محمد، فصار اسمه محمد بن الحسن الملقب بالمهدي، وسموه بالمهدي لأنه هو راح يهدي الناس للطريق الصح بالنهاية. وعنده هواية ألقاب غير المهدي، يسموه المهدي الموعود، إمام العصر، صاحب الزمان، الحجة، وغيرها من الألقاب. الإمام المهدي كل المسلمين يعتبروه هو المنقذ الوحيد اللي راح ينقذ البشر من الظلم ويخلي الدنيا كلها عدل، وراح يحكم العالم كله. تخيل. عموما قبل ما ينولد الإمام المهدي أمه اسمها نرجس، فقالوا لها إن الله تبارك وتعالى سيظهر الليلة الحجة. ليش سموه الحجة؟ لأنه هو يعتبر حجة الله في الأرض، فلهذا السبب هسه قامت الناس تصيح له الحجة المنتظر. فقبل ما أمه تولده كانوا يقولوا لها إن الله تعالى سيهب لك غلاما في ليلتك هذه وسيصبح سيدا في الدنيا والآخرة. الروايات تقول أول من ولد الإمام المهدي عليه السلام أبوه قال له تكلم يا بني، فقبل نطق وهو طفل.